شلونك سيد؟ اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الله يخليك. سيدنا يقولون هذا المطعم اقدم مطعم تقريبا بالكاظميه، صحيح هذا الحكي؟ يعني قديم، هو من 74 هذا ما شاء الله من 74 ان شاء الله. ما شاء الله. زين بيش مشتهر هذا المطعم؟ كباب سيد جابر، كباب الدجاج المشوي مالته حلو، القص اللحم حلو الدجاج حلو. بالاخير سوينا كبه الحمد لله مشهوره. كبه عندكم؟ كبه مشهوره ما شاء الله. واشتغلنا تمن ومرق نسوي وياها. تمن ومرق دجاج على التمن ماشي عندنا الحمد لله ما شاء الله. زين كبدايات المطعم، اول ما بدا المطعم ليش بديتوا؟ بالكباب، كباب سيد بس كباب يعني مو مشويات لا بس كباب. اهم شيء كباب سيد جابر. ما شاء الله. يعني عندكم الكباب لازم في شيء مختلف. اي مختلف. يجوك يا سيد من اماكن بعيده؟ يجونا من اماكن بعيده، خاصه محافظات نجف كربلاء يجونا من حلو، يجون هنا يزورون راسا يجون على الكباب لانه معروف وطيب. حلو. هذا الدجاج هو هذا الدجاج. دجاج هاي نص دجاجه؟ نص دجاجه هاي. حلو ما شاء الله. دجاجه كبيره ان شاء الله. ايش قد تقريبا يطلع وزنها؟ كيلو 800 دجاج. كيلو 800. حلو. يا سيد احكي لنا عن الاسعار. صعدتوها لو بعد نفس قبل؟ كباب بعد نفر ب 10. 10 نفر يعني 4 اشياء. والدجاج السفر ب 12 وعلى الميز ب 14 الدجاج. يعني الدجاجه كيلو 800 ب 12؟ السفر هاي السفر ب 12 والداخل الصاله 14 ويا تمن مرق يصير مجموع سيد ب 20. رخيصه. لا الحمد لله شغل ماشي. يعني الناس بصراحه كيلو 800 وايد مطاعم يبيعوا ب 22 ويا تمن ومرق وب 24. احنا كامله ويا تمن مرق كلها يصير ب 20 يعني. تمن ومرق وفي الترتيب ميز كامل 20 يصير الدجاج. واذا واحده بس دجاجه ناشفه وياها زلعه وصمون ب 14 نزل عندي. سيد الكبه وينها سيد؟ عندنا كبه. هاي الكبه ما شاء الله صلوات الله ما شاء الله. هذا الدهن لازم وياها؟ طبعا اكيد. تحياتنا اكيد. شوف لنا هذا الماعون اللي نزلناه المرتب اللي هو بدجاج وكباب وقص. كباب سيد جابر. هذا هو الكباب. الحلو بهذا المكان الكباب اللي يسووه هو خبط بين اللحم الغنم والعجل يطلع لك كباب سيد جابر. وصارت اللفه مضبوطه. بسم الله. هذا الكباب مال الاول. سمع لك يقول الكباب ما تجري طيبين، هذا هو. الايتم الثاني اللي مشهورين به اللي هو دجاج الشوي. بسم الله. التتبيله مال الدجاج كلش طيبه وبيها ملوحه وسط. هذا يتم. بسم الله. قص لحم عجل خالص عراقي. هذا هو قص اللحم الاناويه تمن. عارفين كلش طيب بس لازم هذا نكمل الاكل حتى وراها نشرب لنا كوب شاي بعد الدمار. يلا يا جماعه تعالوا. هو هسه يا جماعه بعد ما كملنا جولتنا اليوم يوم كباب سيد جابر، واحد من المطاعم الشعبيه واللي في التاريخ كلش كبير بداخل الكاظميه وبغداد. مثل ما عودناكم ننهي جولتنا بواحد من اجود انواع الشاي اللي ممكن تشوفوها ببغداد وكل المحافظات اللي هو شاي قرشيه. هذا الشكل مال الشركه الجديد. وشاي قرشيه يجمع العائله العراقيه. اكيد نشوفكم يا جماعه بحلقه جديده ومكان جديد. اخوكم محمد البراس، في امان الله.